مشاهدي ومتتبعي قناة صوت الشعب الرشيد، مرحبا بكم مرة أخرى. نحن الآن بمدينة الدار البيضاء وبالتحديد منطقة أولاد زيان. في هذه اللحظات يتم إخلاء الأفارقة المهاجرين من جنوب الصحراء بتعليمات من عامل صاحب الجلالة على مدينة الدار البيضاء بالمهيدية، وكذلك نشوب حريق اللي لحد الآن الأسباب ديالو مجهولة في هذا المخيم للأفارقة المهاجرين. في هذه اللحظات يتم السيطرة على هذا الحريق، وكذلك كاينة تعليمات من أجل إخلاء الأفارقة المهاجرين من جنوب الصحراء، يديهم إلى 4 ملاجئ بمدينة الدار البيضاء اللي غتكون مقسمة، حيث يتم الإيواء ديالهم وكذلك الأكل وحتى الملبس ديالهم. وبعض الأفارقة المهاجرين اللي كيعانيو من بعض الأمراض الجلدية كذلك تم اقتيادهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات. فبعض الصفحات غيخرجوا غيقولوا أن السلطات بمدينة الدار البيضاء قامت بالإخلاء ديالهم بالقوة، حيث لم تستعمل أي قوة في هذه اللحظات. غادي يمشيو لمراكز الإيواء ديالهم، وكذلك اللي عنده الوريقات غيسولوا ليه الوضعية القانونية ديالو، وهذه عملية جد سليمة. فالسؤال المطروح، شحال من عامل بحال هذا العامل بالمهيدية غادي يمكن يخصنا باش يمكن نقادو الوضعية في جميع المدن؟ فهاد اللحظات الجرافة كتقوم بإخلاء هاد المساحة اللي كانت مستغلة من طرف أفارقة، وغترجع إلى الجمالية ديالها كيف ما كانت في الأول. وكذلك لا ننسى نوجه الشكر لرجال الوقاية المدنية اللي هما طفاو هذاك الحريق، وكذلك جميع السلطات اللي حضرات باش تمر هذه العملية بسلام. فشكرا لمتتبعي قناة صوت الشعب المباشرين، ولا ننسى دائما التعليق للمواطن لكي ينسى صوت المواطن. دمتم في رعاية الله.